بمنتهى البساطة الحديد هو الطوب والهيموجلوبين هو البيت. مفيش بيت من غير ايه؟ من غير طوب. مفيش بيت بيتبنى من غير طوب. عشان احافظ على مستوى الهيموجلوبين لازم اهتم بنسبة الحديد بتاعتي والمخزون بتاعه عندي في الايه؟ في الدم. الهيموجلوبين يا جماعة ده عبارة عن بروتين موجود في كرات الدم الايه؟ الحمراء، وبينقل الاكسجين من الرئتين لباقي اجزاء الجسم. اي نقص فيه هيحصل ايه؟ انيميا. ده ببساطه. اما الحديد ده عنصر غذائي، معدن موجود في الايه؟ مهم جدا في الجسم، وهو المفروض موجود في الجسم، وهو بيساعد في تكوين الايه؟ الهيموجلوبين. طيب من غيره لو ناقص اللي هو الحديد الجسم مش هيعرف ايه؟ ينتج الهيموجلوبين الكفايه اللي هو قادر على نقل الاكسجين من الرئتين للجسم وهكذا. في ناس كتير بتسالني اخد ايه؟ اخد الحديد ده يا دكتور ناقص عندي، اخده عن طريق مكملات غذائيه عن طريق الفم، ولا اخده عن طريق حقن في العضل، ولا اخده عن طريق حقن في المحلول ورديه؟ نتكلم شويه عن الحقن ودورها في علاج الايه؟ الانيميا. امتى الاول ان انا اخد عمليه الايه؟ الحقن، او امتى الدكتور يكتب للمريض الحقن؟ لو المريض عنده نقص شديد في الحديد ومستوى نسبه الهيموجلوبين بتاعته منخفض 8 7 قل اكتر شويه، حاجه بسيطه كده. دي نمرة 1. نمرة 2، في بعض المرضى لما بتاخد أقراص الحديد بيحصل عندها مضاعفات، بيحصل عندها مغص، بيحصل عندها إمساك، بيحصل عندها تلبك معوي، فما بتحتملش الإيه؟ أقراص الحديد. نمرة 3، في ناس عندها ضعف امتصاص للحديد عن طريق الإيه؟ الفم، اللي هو عنده لو قرحة في المعدة أو قرحة في الاثنى عشر، أو عنده مشاكل في القولون، أو عنده سيلياك ديزيز. كل ده بيكون عنده ضعف في امتصاص الحديد عن طريق الفم، فنستبدله على طول بالإيه؟ بالحقن الحديد. نمرة 4، لو في مريض عنده نقص جامد في الحديد ونسبة الهيموجلوبين ومحتاج يعمل عملية سريعة، او مثلا هي حامل في نهايه الشهور بتاعتها وعايزين الطفل يطلع صحته كويسه، فبنضطر ان احنا ايه؟ نديله حقن الايه؟ الحديد. ليه مميزات؟ طبعا ليها مميزات. اول حاجه ان هي بتعالج الانيميا اسرع طبعا من الايه؟ من الاقراص اللي هي الحقن. تاني حاجه ان هي فعاله جدا لما الجسم ما بيقدرش ما عندوش القدره على امتصاص الحديد عن طريق الفم. ثالث حاجة إن هي بتزود لي نسبة الهيموجلوبين في وقت أسرع طبعا من الإقراص، يمكن خلال أيام مثلا. المريض على حسب طبعا نوع الحقن ممكن من 4 ل 5 حقن ولا حاجة على فترات كل أسبوع مثلا، هنتكلم عنها دلوقتي. خلال شهر بالكتير أوي بتكون ارتفعت، وفي ممكن أقل من كده كمان من المدة دي بتكون ارتفع المخزون وارتفعت نسبة الهيموجلوبين بتاعته. دي مميزاتها. طب ليها مشكلات؟ طبعا ليها مشكلات اكيد. في بعض حقن الحديد بتسبب حساسيه، فعشان كده لازم ان احنا بنعمل اختبار حساسيه بالنسبه للمريض. تاني حاجه ان هي لازم تاخد تحت اشراف طبي. تحت اشراف طبي يا جماعه، مش العيان يروح ياخدها في البيت كده وخلاص، لان لو حصلت له اي مشكله مش هيبقى عارف ايه يتصرف فيها. لازم الحقنه ذات نفسها تكون لما بتتحط في المحلول مثلا وهتتاخد عن طريق الوريد وبتتاخد عن طريق التنقيط مثلا في محلول جلوكوز ولا حاجه، لازم تكون مغلفه كويس جدا عشان الاضاءه والحاجات دي كلها بتاثر على الحقن. اما بالنسبه للحقن اللي هي بتتاخد عن طريق العضل فبتسبب الم في مكان الحقن بتاعها، بتكون لازم المريض يكون نايم على بطنه، ما ياخدهاش كده وهو واقف زي اي حقنه مثلا ولا حاجه، لازم ان هو يكون نايم. واحيانا بتسبب اسمرار بسيط في مكان مكان الابره نفسها اللي هي بتتاخد عن طريق عن طريق العضل. هي طبعا بديل عن سريع واساسي وكل حاجه، بس لا غنى عن عن موضوع الاكل. انا زودت لك دلوقتي نسبه المخزون